مش كل استغلال سببه الناس الوحشة، أو مش كل استغلال سببه ناس وحشة موجودة حواليك، بل في استغلال سببه إن أنت ما حطيتش حدود ما بينك وما بين اللي قدامك. زي إن أنت تعمل حاجة أول مرة عملتها من باب المساعدة، تاني مرة عملتها من باب الشكر اتشكرت عليها، تالت مرة تيجي تعملها بقى التزام مفروض عليك، ولو ما عملتوش اللي قدامك بيزعل. فالمشكلة ان انت اخدت حاجة مش بس ما هياش مسؤوليتك، بل ان انت فضلت تعملها لحد ما حولتها لالتزام عليك. فكونك ان انت بني ادم طيب مش معناها ان انت تبقى مستباح للي قدامك، وان انت تفضل تعمل له في مسؤولياته وتفضل تاخد حاجات مش بتاعتك وتفضل مكمل فيها حتى لو ما كنتش عايز تعملها. ان انت تحط باوندريز او حدود ما بينك وما بين اللي قدامك، ده مش معناه ان انت بني ادم وحش، ولا معناه ان انت مش بني ادم طيب، بل انه معناه ان انت بني ادم بتحافظ على سلامك النفسي وبتحط حدود ما بينك وما بين اللي قدامك. وانا مش بقول لك هنا ما تساعدش، بالعكس ساعد، بس بحدود. لما تلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجة ما تعملهاش، ما تجيش على نفسك وتفضل تعمل نفس الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتاخد من مسؤوليات اللي قدامك وتحوله لالتزام عليك، وبعد كده نرجع نقول ان الناس مستغلة. لا، انت ما حطيتش حدود ما بينك وما بين اللي قدامك. وعلى فكرة ممكن يكون اللي قدامك بيعمل كده ومش قصده يستغلك، بس هو اتعود منك على كده. فكر في الحاجات اللي بتعملها للناس اللي حواليك، وهتلاقي ان حاجات كتيرة جدا حواليك اتحولت لالتزام، وهي اصلا مش فرض عليك، وهي مسؤولية شخص تاني. زي الحاجات البسيطة اللي بنعملها لأولادنا، ما بقولش ما تعمل لهمش، اعمل لهم، بس عودهم يعملوا لنفسهم. لما يبقى عنده مسؤولية معينة لازم هو اللي يعملها، وكونك انك بتعملها له بتتحول لفرض عليك، ولو مرة ما عملتهاش هيزعل منك ويجي يعاتبك فيها. حط حدود ما بينك وبين اللي قدامك وابني باوندريز، وانت في الاخر اللي هترتاح، عشان سلامك النفسي اهم حاجة عندك. ثانك يو.